نروح لغرفة القاهرة التجارية الحقيقة، والحقيقة النشيط الأستاذ أيمن العاشري رئيس غرفة القاهرة التجارية. يعني عايز الحقيقة يعني أحييه الحقيقة اللي دايما تحركاته الحقيقة. يعني أنا بحب تحركات الرجل ده، دايما بيعمل حاجات كويسة ويشارك في المؤتمرات يعني يمكن معانا بعض الأخبار عن غرفة القاهرة. الخبر ده الأستاذ أيمن العاشري بيشارك في النسخة الأولى لمؤتمر تنمية الموارد المعدنية في أفريقيا اللي يقوم في القاهرة. يعني قبل ما اقول لكم الخبر الحقيقه، انا عاجبني تحركات الاستاذ ايمن العاشري الحقيقه، دايما بيبص للحاجات المفيده او الايجابيه ويشارك فيها ويروح لها، وهو اللي بيروح. يعني دايما اقول الانسان لازم هو يروح للحاجه، يروح لها ما يستناهاش تجيله. هو الراجل عايز يعمل حاجه، رجل صناعه وتجاره ناجح، بيحاول يقدم حاجه لبلده، بيشارك في الفعاليات مشاركه دايما فعاله. فده كلام مهم جدا. خليني اقول لكم، هو شارك طبعا في المؤتمر الاول لتنميه الموارد المعدنيه بافريقيا، اللي يقيم طبعا تحت رعايه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصناعيه ووزير النقل والصناعه. وطبعا اتكلم عن المؤتمر ده وقال ان المؤتمر يستهدف زياده التجاره البينيه بين الدول الافريقيه وزياده القيمه المضافه في قطاع التعدين وتعزيز التعاون في التنمية المستدامة والابتكار، ومزيدا من جذب الاستثمارات في قطاع التعدين في القارة الإفريقية، كما يستهدف تحقيق الرؤية الإفريقية في قطاع التعدين. طبعا ده يعني قطاعه، فلا يفتى ملك في المدينة. طبعا واتكلم على أهمية هذا المؤتمر، حيث أنه يشارك فيه عدد كبير من الشركاء في قطاع التعدين من مختلف دول القارة الإفريقية لمناقشة استراتيجية هذه الصناعة في أفريقيا في ظل الثروات المعدنية التي تتمتع بها الدول الأفريقية. اتكلم عن فعلا الأفريقيا دي فيها ثروات معدنية كبيرة جدا جدا، لو يعني أحسن الاستفادة منها هتضيف لاقتصاديات الدول الأفريقية. ده كلام الأستاذ أيمن العاشري. اتكلم كمان المؤتمر ده كان في نسخته الأولى، وتوقع أن يكون له نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، مما يؤدي إلى تنظيم نسخ جديدة. نجاح المؤتمر ده هيؤدي إلى وجود نسخ جديدة في الفترة اللي جاية، خاصة في التفاف حواليه ودراسة الخطة الاستراتيجية لتنمية وتطوير قطاع التعدين بما يفيد الدول الإفريقية. ده اللي احنا بنتكلم عليه، انك انت تعقد مؤتمر وتجمع فيه الجهات المختلفة او الدول المختلفة وتناقش ازاي تستفيد منه في الفترة اللي جاية. ده يعني حاجة في منتهى الأهمية. القامات اللي مشاركة ورجال الصناعة ورجال التجارة اللي مشاركين الحقيقة هم دول اللي مبني عليهم ان انت تطور في الفترة اللي جاية، لان القطاع الخاص الحقيقة يعني اساسي او شريك اساسي في التنمية المستدامة بشكل عام والاقتصادية بصفة خاصة. يعني علشان كده دايما بتلاقي المؤتمرات دي بيكون فيها نتائج وتوصيات مهمة جدا جدا. وده اللي اتكلم عنه رئيس غرفة القاهرة، قال ان التجمعات دي وتبادل الآراء وتبادل الأفكار ده يخلق في الفترة اللي جاية مزيدا من التعاون والتكاتف، والتوصيات دي هتفيد في الفترة اللي جاية. يمكن النسخة دي هي نسخة البداية ونسخة الانطلاقة، هيكون فيه نسخ في الفترة اللي جاية للمؤتمر على مدار السنوات اللي جاية. يعني تقدر تقول نسخ معدلة للمؤتمر ده. المؤتمر ده كانت إفادته كام في المية، اللي بعديه يبقى أكتر وأكتر وبتطلع تصاعديا. دي رؤية مهمة جدا جدا، لأن الدول الأفريقية الحقيقة مليانة ثروات، مش التعدين بس، فيها ثروات كتيرة جدا جدا، لكن هنا بنتكلم على المؤتمر في قطاع التعدين الحقيقة. فده مهم جدا جدا. المشاركة نفسها، أقدر أنا كرئيس غرفة أو عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية أنقل مشاركتي ورؤيتي واللي أنا شفته للمنتسبين بتوعي، بحيث ان احنا نروح كمان على الدول الافريقيه، لان الدول الافريقيه فيها ثروات مهمه جدا. كمان مش مشاركتي وخلاص، ان انا بتكلم كمان، بعرض منتجي، بعرض فرص الاستثماريه، بعرض مشروعات اللي موجوده عندي، بحيث ان احنا عندنا برضو ثروه تعدينيه كبيره جدا جدا. فالموضوع على بعضه الحقيقه، ومشاركه القامات الناجحه في مكانها او الشاطره في مكانها، النماذج اللي ناجحه، الصناعيه اللي ناجحه، ده كلام مهم جدا جدا. الاستاذ طبعا استاذ ايمن العاشري الحقيقه من الشخصيات اللي هي قليله الكلام، لكن بيحب يعمل الحاجه. يعني خير الكلام ما قل ودل كده. فالحقيقه المشاركه دي مشاركه مهمه جدا جدا. واتكلم الراجل في المضمون،
قال ان ده مهم جدا للفتره اللي جايه، ده مهم جدا للفتره التطويريه، ده يضيف للتنميه المستدامه والخطه التنمويه، خطه مصر 2030 اللي بنبص لها في الفتره اللي جايه. يعني في ظل كمان الحاله او المرحله التنمويه اللي بتمر بها مصر في خلال السنوات الاخيره، مهم جدا ان انت تبقى متواجد وتحتضن ده عندك. يعني انت تحتضن المؤتمر ده والنسخه الاولى عندك. مصر هي الدنيا. يعني كلام محترم جدا جدا، يشكر عليه الاستاذ ايمن العاشري رئيس غرفه القاهره.